سلام سلام، إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب في رابع أيام رمضان. طبقنا لليوم كتير لذيذ وشهي هو قاطع الباذنجان. نحتاج فيه 3 حبات من الباذنجان، 4 بطاطس، بصلتين، لحم مفروم، ونحتاج كذلك إلى الذرة والفطر إذا حبيتوا، زيت، توابل هي فلفل أسود، رشة كمون، ملح وفلفل أبيض. نقليه البصلة الأولى، نحتاج فيها ملعقة طماطم معلبة، نسيت أن نذكر هذا الشيء. نحتاج طماطم عادية حبة، ورقتين غار، ونضيف لهم مكعب مرق دجاج والتوابل فلفل أسود والملح على حدة. نحط البصلة الثانية ونحط عليها اللحم المفروم كمية 250 جرام. نحتاج رشة كمون فلفل أسود والملح. نقليه كل شيء مع بعض، ومن ثم إذا حبيتوا الحار أنا ضفت دبس الفلفل الحار أي الهريسة، إذا ما تحبوش تستغنوا عليه. من بعدها نضيفوا الذرة ونضيفوا الفطر طبعا. خليه كل شيء قلية واحدة ومن بعد نطفيه النار. هاد الأكلة بزاف لذيذة جدا، راح تلاحظوا أنه تختلف قليلا، وحتى الأطفال يأكلوا الباذنجان بكل رياحة. على حدة كذلك نحضروا البشاميل. البشاميل نحتاج فيها ملعقتين من الزبدة النباتية وملعقتين من الطحين الأبيض. نخلطه كامل مع بعض حتى تحسوا أنه الطحين بدأ يتغير لونه تقريبا في فقاعات مثل ما شايفين الآن. والآن نضيف لها 500 لتر من الحليب ونخلطه مع بعض مع التحريك المستمر. نضيفوا مكعب مرق دجاج، ونضيفوا لها كذلك رشة من الفلفل الأبيض مقداره نصف ملعقة صغيرة، وبعدين نبرش عليها جوز الطيب، مو كل الحبة طبعا، القليل من جوز الطيب. نخلطوا الخليط مع بعض حتى يثقل. نضيفوا له الجبن في الأخير، ما ننساوش إضافة الملح كذلك. هذه البشاميل ناجحة جدا، تحتاجيها في كل وصفاتك، هكا تصبح ثقيلة معانا ولذيذة جدا. أما الآن نحطه في الصينية تاعنا البشاميل في القاع، بعدين رصة الباذنجان، البطاطس المقلية يعني حبة جنب الأخرى كما رانا نشوفوا. من بعدها نضيف القليل من صلصة الطماطم. هذا الشيء يعني هيدا الطبقات صلصة الطماطم والبشاميل راح تعطيها طراوة للجراتان كثير لذيذة. بعدين نضيفوا اللحم المفروم اللي كنا حضرناه مع بعض، نسويه على مستوى القالب. من بعدها نرش عليه كذلك صلصة الطماطم، ومن ثم نضيف الباذنجان للمرة الثانية. هذه الأكلة رمضانية وسهلة وسريعة، بصراحة تختصر عليك كثير وقت. يعني أصبحنا نحب هذه الأطباق أكثر من الأطباق القديمة ولا الأطباق المرقة. نضيف لها كذلك، أنا حبيت نضيف جبن الهامبرجر، بعدين ملعقتين ولا 3 من البشاميل، ومن بعدها نضيف البطاطا. أنا أنصح أن البطاطا تكون مقلية، لأنه في ناس تقطعها دوائر وتفورها فقط، لكن الطعم أبدا مش مثل ما يكون مقلي. البشاميل اللي بقت لنا نحطوها على سطح ونسويوها مليح. في هاد الأثناء نكون سخنا الفرن تاعنا درجة حرارة 180 من الأسفل والأعلى. نرشوا عليه الجبن اللي متوفرة عندك. أنا استخدمت موتزاريلا، تقدري تستخدمي أي جبن عندك، حتى جبن الطري أو الجبن الأبيض أو المثلثات. هذا هو طبقنا، راح يفوت على الفرن الآن. مش راح يحتاج كتير وقت لأنه كل شيء طيب مع بعض، ما يحتاج إلا أنه يتماسكوا مع بعض ويذوب الجبن. صدقوني رائع رائع ولذيذ جدا، وهذه الطريقة تضمني أن ولادك يأكلوا الباذنجان بكل سهولة.
لازم بعد ما نخرجوه من الفرن نخليه يرتاح قليلا ويبرد، لأنه كل ما برد تماسك أكثر. أنا بس حبيت أني نقطعه قدامكم مشان تشوفوه من الداخل، لكنه كان جاري جدا يعني. فما ننصحش أبدا يتاكل هو سخن كثير، يعني على الأقل خليه يرتاح ربع ساعة إلى نصف ساعة. إن شاء الله ألف صحة وهنا، وإن شاء الله يا رب تجربوا الوصفة وتعجبكم، وشوفكم في وصفاتنا الرمضانية الجاية. سلام.